رغم أن أبواب المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط مشرعة، إلا أن المرضى عادوا أدراجهم، باستثناء قسم الإنعاش والعناية المركزة، فكل أقسام المستشفى شلت بسبب الإضراب. عندنا رديف اليوم من جينا قال لك كاين الإضراب من خميسات. جينا بكري شادين النوبه، في الاخر قال لك سيروا راه ما كاين لا خدمه لا والو. نعرج على مقاطعة حسان، البعض انخرط في الإضراب وآخرون حرصوا على تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين. مشيت لأكدل باش ندير واحد ليغاليزاسيون شي وراق، ولقيتهم قالوا لي راه كاين الاضراب عام. سولت قالوا لي كاينين هادو ديال حسان، جيت هنا درت ليغاليزاسيون. في طريقنا إلى بعض ثانويات الرباط الأبواب موصدة، قطاع لم يشد عن باقي القطاعات الحيوية. أما الأجراء ومستخدم القطاع الخاص فبشروا عملهم بشكل عادي، لنشد الرحال إلى العاصمة الاقتصادية. جو الإضراب يخيم على المركز الاستشفائي ابن رشد، والمرضى ولوا الأدبار دون علاج. جيت نتقي بن صالح وجينا محنين وجينا وعطاوني اليوم 31 اليوم، ودابا قالوا لي جالسين بحالات حتى شي واحد السيمانه عاد نعطوك عاود ثاني رانديفو. اليوم جيت اخويا باش ندير لو كونترول وما لقيتش الاطباء، قال لك اليوم راه دايرين الاضراب. دابا غنبقى نتسنى نشوف اش غيديروا معايا في الاخر، غدا ان شاء الله نرجع. ونفس الاجواء تسود المقاطعات. من بين اسباب الاضراب الذي دعت اليه المركزيات النقابيه مشروع إصلاح نظام التقاعد، لكن أغلب المرتفقين اليوم لا علم لهم بالإضراب. انا لا معلومين لا والو، انا جايه خارطه ترونسبور، غدا ما عندي مسافه باش جيت لهاد البلاصه هادي. جيت نكاليزي السياره اللي بعت ديال الاب ديالي، لقيت كلشي معطل هنايا ما خدامينش. دابا قال لك كنا نمشيو للبشويه. تقول المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي دعت إلى هذا الإضراب إن ملف التقاعد سيجهز على مصالح الموظفين، وإن مجاله الحوار الاجتماعي ويجب التوافق عليه.